الجزائر كتستقبل السفير الإسباني بعد ما فشل الضغط ديالها على مدريد بسبب الصحراء المغربية. بان بالواضح أن الجزائر بدات كتراجع حساباتها بعد ما استقبلت نهار الأحد السفير الإسباني الجديد روميرو اللي سلم الأوراق الاعتماد ديالو وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في خطوة كتأكد عمليا نهاية القطيعة السياسية والدبلوماسية دامت قرابة 3 سنوات بين الجزائر وإسبانيا. هذا التطور ما جاش من فراغ بل كيجي من بعد ما تبين ان كل محاولات الضغط الجزائري على مدريد فشلت، خصوصا بعد ما تشبتت الحكومه الاسبانيه بموقفها الداعم لمبادره الحكم الذاتي المغربيه في الصحراء المغربيه، واللي وصفتها رسميا بانها الحل الاكثر جديه وواقعيه ومصداقيه لانهاء النزاع المفتعل. الازمه كانت تفجرت في مارس 2022 من اسبانيا قررت تصطف بوضوح مع الطرح المغربي، الشيء اللي خلى الجزائر تدخل في حاله تصعيد غير مسبوقه، تجميد معاهده الصداقه، عقوبات اقتصاديه وتهديدات سياسيه. ولكن في النتيجه لا اسبانيا بدلت الموقف ديالها ولا المغرب تاثر بها، بالعكس قدام الدول المقترح المغربي تزادوا وتقوى. استقبال السفير الإسباني الجديد والتعويض بالسفير السابق كيعكس تراجع واضح عن سياسة التصعيد، وكيبان بحال اعتراف غير معلن بأن الرهان على يد دراع مدريد كان فاسر من البداية، خصوصا في واحد السياق دولي كيكرس الحل المغربي كخيار وحيد وواقعي.